عقدة برنامجنا يجوب بكم كل أنحاء مصر. يعني من عزاء الكابتن تنزانيا أخذ الكابتن علاء نبيل وزميلنا محمد الشرقاوي مباشرة إلى بطولة كرة القدم الخماسية للجامعات العربية. بصوا يا جماعة، يعني عشان تعرفوا إن الإعلام بنظلم ناس كتيرة جدا. 32 جامعة عربية في جنوب الوادي في قنا بيشاركوا في فعاليات من 15 ل 20 نوفمبر والإعلام ما يتكلمش عنهم. أنا هوريكم دلوقتي يا جماعة الإعلام لازم يطلع من حالة الخناق والخناقات والمشاكل، لأن إحنا اتخنقنا. يعني تخيل يا كابتن 32 جامعة عربية تنتمي ل 32 مكان. لا، ما هو في جامعة مثلا طرابلس وجامعة تاني جوه ليبيا مثلا. 32 جامعة لما يقرب من حوالي 18 دولة. واعتقد انك انت اول مرة تسمع عن الموضوع. اول مرة اسمع. دي حقيقة. طب مش دي رسالة للاستقرار؟ محمد شوف كده التفاصيل هتبهرك. يعني فعلا انا عايز احيي الدكتور عباس منصور رئيس جامعه جنوب الوادي. اخلي الاستاذ محمد الشرقاوي كاعلامي كبير وكرئيس قسم رياضي في المصري اليوم، لان اكيد زميلي محمد الشرقاوي هيكلم مراسله في قنا وهيجازيه وهيخصم منه 7 جنيه ونص على كان مره يعني شوف الحدث. طبعا حدث مهم طبعا. بس لا انا عايزك تقرا بس انا عايز اقول لك على حاجه بس عشان ما تظلمش الاعلام وتقول مش عارف ايه. والله انا زعلان ان مفيش حد بص على الاقاليم. انت متخصص في الاقاليم، يعني انت البرنامج بتاعك، انا مش بدافع عن الاعلام، ولكن انت برنامجك متخصص عن الاقاليم. يعني شيء طبيعي جدا ان انت تجيب اي حدث موجود في اي محافظه في مصر، ولو حصل ان انت ما جبتهاش يبقى تقصير من عندك. ولكن لما تيجي تتكلم عن برنامج مثلا انا مش في برنامج بالمناسبه، انا بتكلم على صحافه، برنامج مثلا مدته ساعه ونص، طبعا بيهتم بكره القدم الاول والاخبار بتاعه انديه الدوري الممتاز وكده. ودي ميزه برنامجك يا استاذ عبد الناصر، ان انت بتجيب حاجه مش يعني خارج منافسه كل البرامج الثانيه. يعني الناس بتتكلم في السكه الاهلي والزمالك والمنتخب واتحاد الكوره والكلام ده، او الانديه المشهوره، وانت ماشي في سكه ثانيه اللي هي بتحاول ان انت الانديه مظلومه اعلاميا او مظلومه. بس ده حدث يستحق والله يا محمد. يعني انا بتفق معاك، المظالم والدوري الدرجه الرابعه ودوري مراكز الشباب والمشاكل ده واجبنا هنا. يعني احنا في المصري اليوم مثلا خصصنا يومين في الاسبوع لصفحتين لدوري انا لسه هتكلم عن حسب الامكانيات حسب الامكانيات برضو اللي متوفره عندنا. فبرضه الاعلام بيعمل اللي هو عايز، بس كل واحد كاعلام سواء برنامج او صحيفه ليها استراتيجيه معينه، ليها خطه معينه هي بتعملها بتطبقها. انت الاستراتيجيه بتاعتك بتعتمد على المحافظات والانديه المظالم ودوري الدرجه الثانيه. بقيه البرامج الثانيه او الصحف الثانيه لها استراتيجيه اعلاميه مختلفه، وكل واحد حسب الاستراتيجيه وحسب الخط اللي هو متفق معك. طيب خلينا مباشره نروح لجامعه جنوب الوادي ونوري نجمنا الكبير الكابتن علاء نبيل كيف كانت 32 جامعه تتبارى في قلب جنوب وصعيد مصر بعيدا عن الاعلام في حدث لابد ان نذكره بالخير ونثني على كل من قاموا ونفذوا. بطولة قوية جدا وعلى اعلى مستوى. بس انا هضيف بس على الكابتن ايمن ان البطولة يجي بس ناس من منتخب مصر تيجي تتفرج على اللعيبة. احنا عندنا لعيبة يعني مش عايز اقول يمكن احسن من اللعيبه بتاعت فريق منتخب مصر، مع احترامنا طبعا للعيبه في منتخب مصر. بطوله طبعا قويه بانضمام جميع الجامعات ويعتبر التنظيم كويس، بس هي العين بس يجيبوا كشافين يبصوا على الناس. مشجع معاهم من وانا في سنه اولى، وبصراحه يعني بنبسط لما هم يجوا. الف مبروك على الكاس معاهم برضه. ان شاء الله بتزيد، بس احنا اعتدنا على الاعلام ان هو ما حدش بيغطيها. يمكن قناتكم مشكوره انها جت النهارده، انما لا اعلام ولا اتحاد كوره ولا جهاز فني منتخب مصر لكره الصالات يجي يتابع بطوله زي دي. البطولات اللي زي دي بتفرز لعيبه من المنتخبات. طبعا جدا. اول مره فعلا جامعه جنوب تاخد مركز ثالث. ازاي في البطوله؟ طبعا بطوله مهمه جدا وبطوله قويه جدا، والسنه دي كان مستوى الفرق كلها مستوى عالي جدا جدا. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، يعني ربنا وفقنا ووفق الجامعه انها تحصل على المركز الثالث لاول مره من تاريخ بدايه الدوره.
كلمه لشباب مصر. شباب مصر كلهم بخير، اقول لهم مصر امانه في رقبتكم، وان شاء الله يعني باذن الله هم قادرين على ان هم يعملوا المستحيل من اجل مصر تبقى في العالم باذن الله. البطوله السنه دي لها طعم خاص، يعني بدايه كان الافتتاح ناجح بحضور وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات. النهارده برضو ختام رائع ومشرف، اول مره جامعه جنوب الوادي بتاخد المركز الثالث، وده يدل على حياديه التحكيم. ويعني زي ما قال استاذنا الدكتور عباس منصور، انا عاوز شباب مصر يجوا يشوفوا ايه جامعه جنوب الوادي، ايه اللي عملته جامعه جنوب الوادي، ويشوفوا الزخم الكبير ويشوفوا الشباب الحقيقي للجامعات. البطوله ناجحه والحمد لله، كله موفق، كله اشتغل، كله تعب، فانا بعني الجميع وبعني جامعه جنوب الوادي على المركز الثالث، وبعني جامعه المنصوره على المركز الاول، وبعني التعليم العالي على المركز الثاني. رأيي رائع وسعيد جدا انه انا شارك في هذه الدورة من بدايتها وحتى الختام، وعشنا عرس رياضي بكل ما تحمل الكلمة من معنى. منافسة كانت رائعة بين الشباب المصري وشبابنا من اليمن.